مين يستاهل لقب نجمة أو فنانة مصر الأولى حاليا؟ مين هي صوت مصر؟ السؤال ده اللي بقاله سنين قالب السوشيال ميديا وخلى جمهور النجمتين أنغام وشيرين في حالة حرب مستمرة، خناقة شبه خناقة ميسي وكريستيانو، مين الأكثر موهبة، الأكثر انضباطا. والنهاردة احنا جايين نحسم الجدل ونقول مين هي الأحسن. بس قبلها تعالوا نحكي الحكاية من الأول ونشوف ليه الاتنين دول بالذات هما اللي بينطبق عليهم لقب صوت مصر. نبدأ بأنغام، البنت اللي كبرت قدام عينينا وبدأت مشوارها الفني من وهي لسه طفل. صوتها يخلي الكبار كلهم ينبهروا. أنغام مش مجرد صوت حلو، ده إحساسها رهيب. نسيب أنغام دلوقتي وهنرجع لها تاني ونروح للصوت التاني، شيرين. الصوت اللي ما بيتكررش، البنت اللي طالعة من قلب الشارع المصري. صوتها فيها وجع وإحساس يخليك تعيط وتفرح في نفس اللحظة. من أول ما ظهرت مع شركة فري ميوزك في الألفينات كانت ملكة مسيطرة على كل حاجة. نرجع بالزمن ل 2001، أنغام بتنزل بأغنية سيدي وصالك. الأغنية دي اللي بتخليها نقل تحولها النجمة بعد أكتر من 15 سنة غنى. أغاني نجحت زي لا ليلي لالي وشنطة سفر والركن البعيد الهادي. بس سيدي وصالك أنغام وصلت للتوب وخلاص مش هيبقى فيه غيرها تاني موجود في الساحة. لكن بسنة في 2002 شيرين تنزل بأغنية يا ليل. مش قادر اوصف لكم الأغنية دي كانت ناجحة ازاي. شيرين ما كانتش معروفة غير بشيرين يا ليل. وهنا احنا قدام تنافس، بداية انتشار شيرين مع وجود أنغام كبطلة على الساحة. نروح لسنة 2015. في 2014 وألبوم أنا كتير كسب وورلد ميوزك أورد. أغنية مشاعر في 2013 كانت محققة أعلى رقم قياسي كتتر مسلسل متجاوز 200 مليون مشاهدة. عملت مسلسل طريقي اللي نجح جامد قوي، غير كمان أغاني الأفلام اللي كانت عاملاها شيرين زي أغنية المراية. كل حتة كنت بتروحها كنت بتشوف وبتسمع نجاح كبير لشيرين. لكن أنغام في 2015 كانت ماشية باستمرارية هادية، مفيش انفجارات ومفيش تفوق رقمي على شيرين. ألبومها عمري معاك نجح، كسبت جائزة أفضل مطربة عربية من دير جست سنة 2012. لكن في 2015 أنغام نزلت ألبوم كان علامة فارقة في تاريخها. كان فيه أغاني زي أكتب لك تعهد، أهي جت، اتجاه واحد، بين البنين، حتة ناقصة. فنقدر نقول بعد 13 سنة ان المبيعات والمشاهدات كان فيها تفوق كبير لشيرين. اما أنغام فكانت لسه مستمرة وبتحاول انها تلقى النجاح اللي لقيته في سيدي وصالك لحد لما لقيته نسبيا شوية في اغنية اكتب لك تعهد. لو وصلت لحد هنا في الفيديو فانت بطل، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا نكمل الفيديو. 2023 أنغام بتحيي حفل في السعودية تحت اسم ليلة صوت مصر، في اعتراف ضمني كده إن هي صوت مصر. فين شيرين؟ شيرين في الوقت ده كانت عندها مشاكل كتيرة جدا في حياتها الشخصية ومشاكل مع طليقها حسام حبيب، وكان معظم الحفلات كانت بتلغيها اوريدي. هل كده نقدر نقول إن المنافسة أو الموضوع اتحسم؟ هو أصلا إيه صوت مصر؟ وإمتى تم إطلاق اللقب ده؟ الموضوع ابتدى سنة 1971 في حفل الأدباء والفنانين. شادية بتتقدم على إنها صوت مصر لما كانت بتغني أغنية يا حبيبتي يا مصر، ومن وقتها هي كانت محتفظة باللقب ده لحد الفترة اللي فاتت دي. والزيطة اللي طلعت أنغام ولا شيرين؟ أنغام بقالها 3 سنين كل حفلة ليها بيبقى اسمها صوت مصر. كل لما تيجي تتقدم في برنامج بتتقدم على إنها صوت مصر، حتى في التترات بتاعت المسلسلات بتتكتب أنغام صوت مصر. فهل أنغام تستحق اللقب ده؟ عشان نجاوب على السؤال ده تعالوا نقول إيه أصلا اللي بيميز أنغام وشيرين عن بعض، وليه أنغام مختلفة وليه شيرين مختلفة. ليالينا
وتاهت بينا ليالينا، نرسي على مينا، مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا. بتشبه عليا مش فاكر عنايا، في حاجات كتيرة في علاقتنا بقت مملة، تدور كل يوم بينا غدارة، بتوحشني وانا وياك يا ليل، أظن بعد الدقيقة دي نقدر نكون استشفينا يعني هو ليه شيرين مختلفة. شيرين مختلفة في كل حاجة، في جمالها، في صوتها، في نغشتها، في إحساسها. وردة من كتر ما هي متسلطنة مش عايزة تغني عشان تسمع صوت شيرين، فلو دي مش صوت مصر يبقى مين؟ لسه ناوي عالرحيل، يا سلام يا سلام، ده ولا الأحلام. أنغام بتعرف تختار كلماتها، تحس إنها مختارها كده بالشوكة والسكين، ودايما بيبقى فيه وزن وقافية حلوين ما بين كل كلمة والتانية، وده اللي بيخلي أغانيها تعيش وتتحول لكلاسيكيات من أول يوم، أول التسعينات لحد دلوقتي، من أول الركن البعيد الهادي وصولا لأنت حبيبي وبس. هتلاقيها دايما مركزة في شغلها، ما بيطلعش عليها كلام كتير بره حفلاتها أو أغانيها، مفيش فضايح، مفيش مشاكل شخصية موجودة قدامنا على العالم. ده اللي خلاها في نظر الكتير هي نجمة مصر الأولى، صوت مصر الحالي، إنها مستقرة ملتزمة، صوتها دايما في أحسن حالاته. بالنسبة للتواجد طبعا أنغام. مين صوت مصر؟ صوت مصر أنغام. مواصفات إن يطلع صوت بيمثل مصر، شيرين أكتر صوت يعني جبار في الوطن العربي وفي مصر وفي كل حتة، بس أنغام ملتزمة قوي. طب وفي ظل التنافس ده أخبار العلاقة ما بين أنغام وشيرين إيه؟ شيرين غنتها معرفش ليه وجعتني يوميها بشكل غريب، بكيت بكى وانا بكيت على بكاها. هي غنتها بطريقه غير ما انا متوقعه، يعني ما غنتهاش عادي كده قامت شيرين تغني، لا يعني غنتها بطريقه بوجهه نظر كده. ما قدرتش، قعدت اتشحتف قدام الناس مش عارفه اتلم بقى ومش عارفه الم نفسي. صعب جدا الحمد لله، ما بحبش يكون لي عداوات مع حد. مين فيكم نمره واحد؟ الاولويه ليها طبعا، بس هي هتفضل الكبيره يعني. انا حسيت ان مصر اخيرا جابت صوت حلو ونجمه، مش بس صوت حلو، لا ونجمه. يعني نجمه من يومها. شيرين منافستك الاولى، انا يشرفني انها تنافسني على فكره، بس احنا ما بنشتغلش بالروح دي والله. يا سلام يا ولاد، ولا جوارديولا وكلوب في عزهم. طبعا انتوا عارفين البلوت تويست اللي هيحصل دلوقتي في القصه، لان دوام الحال من المحال. أنت الوحيدة التي تستحق هذا اللقب. نعم. أنغام عايزة أقول لها شكرا يا بنت الأصول وكتر خيرك. ما عنديش حاجة معينة قوي أقولها لأني مش عارفة هتفهم إزاي، لأنه أي حاجة أنا عملتها أو قلتها قبل كده معرفش راحت فين. إحنا كنا في حتة وبقينا في حتة، يعني إحنا كنا بناكل عيش وملح مع بعض وصحاب وبعتبرها أختي الصغيرة، وبقينا في حتة تانية أنا معرفهاش. في النهاية صوت مصر مش مقتصر على أنغام وشيرين، في أصوات كتيرة جدا في مصر حلوين. أمال ماهر كنت المفروض أدخلها في الفيديو أصلا كمنافسة تالتة، بس هي زي أتلتيكو مدريد كده بينافس من بعيد لبعيد. في نسمة محبوب، في ريهام عبد الحكيم، في ناس كتيرة جدا، بس هي مالهمش نفس هذا الصيت الإعلامي زي أنغام وشيرين. رأيي أنا الشخصي مين هي صوت مصر الحقيقي. طبعا كل واحد ليه ذوقه وليه دماغه وليه حبه، رغم احترامي الكبير لأنغام لأنها تعبت علشان توصل لهذا اللقب، فضلت مكملة باحترامها لنفسها ولجمهورها، احترامها لموهبتها، فضلت مركزة على صوتها وغناها، بس هي استحقت انها تكون صوت مصر رغم
وإنها استفادت بشكل مباشر من تراجع شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب اللي من أول ما ظهرت لحد بداية مشاكلها مع حسام حبيب كانت شيرين هي رقم 1، وأنغام ما كانتش بتنافسها. وبسبب الظروف اللي تعرضت ليها شيرين الفترة اللي فاتت، أنغام استغلت ده جدا وخدت اللقب أو سعت إنها تبقى اسمها صوت مصر. في قاموسي أنا هتفضل شيرين هي صوت مصر الحي. ده كل اللي عندي عن الفيديو ده. قولوا لي إيه رأيكم في الكومنتس ومين اللي تستاهل اللقب ده. شكرا لكم على المشاهدة، أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.